القاهرة تقدم إرادة حرة، كلمة الحق، ضمير الوطن في ثورة شعب. على برلمانيات صوت مصر. برلمانيات برنامج من إعداد وتقديم نشوى بكري. إصرار على تغيير المصير بمسيرة شعب نحو الديمقراطية والتحرير للعبور لمصر الجديدة هو ما نناقشه في حلقات برنامجنا برلمانيات. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. رئيس البرلمان يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 من يوليو. بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. قال فيها: في 23 من يوليو من كل عام يحتفل الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة التي قادها خالد الذكر ابن مصر البار جمال عبد الناصر. وأضاف البيان الأول للثورة والذي حملته أمواج أسير إذاعة مصر: في هذا اليوم العظيم وقف الشعب يحمي ثورته المباركة ويستعيد إرادته وكرامته، وكانت البداية لتطبيق ما جاءت به الثورة من مبادئ أخصها بالقضاء على الإقطاع وعلى الاستعمار وإقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش وطني قوي دون إراقة قطرة دم واحدة. كما هنأت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال الشعب المصري بالذكرى 65 لثورة 23 من يوليو التي استعادت هوية مصر وريادتها إقليميا ودوليا. هذه الثورة لم يقتصر دورها على مصر وحدها بل امتد عربيا وإفريقيا لتصبح هذه الثورة المنارة والشعلة التي ألهمت عددا من حركات التحرر الوطني في المنطقة والقارة الإفريقية. وقد أشادت النائبة الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان بافتتاح الرئيس السيسي للقاعدة العسكرية محمد نجيب، والتي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن توقيت افتتاح هذه القاعدة يتماشى مع ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، والذي كان من بين قادتها الرئيس السابق لمصر محمد نجيب، وهدفه توجيه رسالة للعالم من خلال هذه القاعدة أن جيش مصر هو درعها وملاذها الحامي، ومصر من أكبر 10 دول من حيث التسليح على مستوى العالم والأولى على المستوى العربي. باسم الثورة وباسم الله، باسم النيل وحياتنا فداء، باسم الثورة وباسم الله، باسم النيل وحياتنا فداء، باسم الشعب اللي عهدنا على الحرية والمساواة، باسم جهادنا واستشهادنا هنبني بلدنا بإذن الله، باسم الثورة وباسم الله. أعزائي المستمعين، يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة من برلمانيات أن يكون معنا سيادة النائبة عبلة الهواري، النائبة عن إحدى دوائر سوهاج وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وكلماتها المعبرة عن هذه المناسبة الخالدة والتاريخية مرور 65 عاما على احتفال مصر بثورة يوليو المجيدة، تلك المناسبة الخالدة والتاريخية
في عمر الشعب المصري والشعوب العربية والإفريقية. هذه الثورة العظيمة التي انحازت لكرامة وبناء الوطن تحولا تاريخيا في عمر مصر، وهي تعبر عن كل ذلك من خلال حضورها لفعاليات احتفال مصر بثورة 23 من يوليو في عيدها 65، وافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، أعظم قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا على أحدث الطرز العالمية. هذه القاعدة وهي فخر واعتزاز لكل مصري وعربي. نستمع وحوارنا وسيادة النائبة عبلة الهواري. بسم الله وباسم الثورة تحيا مصر وعاشت حرة. بسم الله وباسم الثورة تحيا مصر وعاشت حرة. هادي صدورنا وفيها النار تنزف عادل أخي الغدار. هادي صدورنا وفيها النار تنزف عادل أخي الغدار. وفيها القوة من الجبار بتنادي تحيا الحرية. أهلا وسهلا بسيادتك سيادة النائبة. اهلا بيكي يا فندم، اهلا بيكي. حضرتك كنت قد صرحتي في بيان خاص بسيادتك وكممثل للجنة التشريعية والدستورية، كما توجه رئيس البرلمان دكتور علي عبد العال بتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 من يوليو. هذه الثورة خالدة الذكر من خلال ما قدمته من إنجاز وتحول تاريخي للشعب المصري في القضاء على الظلم والفساد والإقطاع، وأبرزت دور الجيش المصري الدرع الحامي لمصر وحامل مشعل النهضة والتنمية بها. هذه الثورة مجرى للتحول ليس في مصر فقط وإنما عربيا وإفريقيا. فحضرتك تحدثينا عن شعورك بالاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو وكلماتك المعبرة عنها. أنا شايفة كده إن عرس كنا بنشهده جميعا كمصريين، كنائبات عظيمات في مصر كما يطلق علينا فخامة الرئيس. افتتاح القاعدة العسكرية، أعتقد تلك القاعدة افتتاحها غير مسبوق، افتتاحها السيد رئيس الجمهورية، ووجه رسائل عدة للعالم بأسره، سواء العالم الخارجي أو العالم العربي. احنا شفنا على قنوات التلفزيون هذا الافتتاح. يمكن تكريم رئيس الجمهورية الأسبق محمد نجيب كانت يمكن من أبرز ملامح هذا الافتتاح. عملية ان هو لم يخلد طوال فترة مماته، سيادة الرئيس خلد اسمه في تلك القاعدة الكبيرة العسكرية الكبيرة التي استعرض فيها كل القوات العسكرية بجميع أطيافها، لو كانت بحرية أو جوية أو دفاع جوي. احنا كلنا كنا شايفين وحاسين بفخر بالنسبة لمصر، خاصة ان هذا الافتتاح يتماشى مع أعياد الثورة، أعياد ثورة 23 يوليو اللي كلنا بنفتخر بيها وبنرفع راسنا ونقول ان احنا مصريين قبل ما نكون نواب للشعب. انا شايفه برضو من تلك الافتتاحيه اللي كانت موجوده امبارح في هذا الحفل الكبير والعرس الذي شهدوا المصريين والعالم كله، ان سياده الرئيس كان بيوجه عده رسائل للعالم وبيقول مصر اهي بتسليحها اهو، بقوتها العسكريه في جميع مجالات اهي، بيوري مدى قوة القوات العسكرية والقوات المسلحة للعالم كله. وانا اعرف وكلنا نعرف ان مصر قيمت على اساس ان هي من احسن ومن اعظم دولة ضمن 10 دول في عملية التسليح وبالنسبة لقواتها المسلحة. ويمكن اقدر اأكد كما جاء في صحف كثيرة، صحف اجنبية وصحف عربية، ان مصر هي الاولى في العالم العربي في العالم العربي من ناحيه قوه القوات المسلحه والتسليح الخاص بالقوات المسلحه. الرئيس لم ينسى، ويمكن كان بيتكلم بس تصريحاته كانت غير مباشره بالنسبه للدويلات الصغيره التي تحمي الارهاب، التي تدافع عن الارهاب، التي تساند وتدعم الارهاب.
الدويلات كثيرا، وطبعا احنا كشعب كلنا فاهمين من هم المقصودين. وجود نخبة من القادة الخليجيين والقادة العرب في تلك الاحتفالية يمكن كان شكل مشرف جدا جدا بالنسبة لمصر كلها. الصحف الأجنبية والصحف العربية سواء قومية أو غيرها تتحدث عن تلك الافتتاحية وعن تماشيها مع أعياد ثورة 23 يوليو. سيادة النائبة اسمح لي، جيش مصر فخر واعتزاز لكل مصري، وخاصة هذا التآزر والمؤازرة التي دوما تحملها كل مناسبات مصر ما بين الجيش والشعب. دائما الجيش هو الحمى والملاذ والأمن والسلام والبناء كذلك لمصر، ودرع الأمة العربية الواقي لأمنها القومي. طبعا ويمكن احنا لما شفنا الكلام ده كله احنا اطمأننا قبل ما يطمئن العالم كمان. الشعب المصري كله اطمأن لما شفنا تلك الأسلحة، لما شفنا قواتنا المسلحة وهي في تلك الافتتاحية. وانا بقول لسيادتك ان الرئيس لم يتحدث في تلك الاحتفالية من فراغ، وانما كان يقصد ارسال عدة رسائل وتوصيلها للمعنيين، ويمكن نمرة واحد الشعب عشان يطمنه، علشان يحس بالأمان والاستقرار والسلام داخل نطاق جمهوريتنا الحبيبة مصر. هناك من المؤكد أحلام لسيادة النائبة عبلة الهواري. دوما هذه الثورات حريصة على كرامة المواطن المصري، ونواب مصر هم ممثلي الشعب. فحضرتك تحدثينا عن أبرز مقترحاتك من أجل حماية الشعب المصري وكرامته، كما كانت الثورتان المصريتان الجليلتان، سواء ثورة 23 من يوليو والتي سارت على ضربها وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 من يوليو. فهاتان الثورتان لا تتباعدا في الأيام، ولكنهما تاريخيا متلاحمتان في الأهداف من أجل مصر. احنا عارفين طبعا المبادئ اللي قامت عليها الثورتين. تحت قبة البرلمان نعمل 25 لجنة لتحقيق تلك المبادئ، لإرساء قواعد خاصة فيما يتعلق بمحدود الدخل. يمكن اللجان بتشتغل لتحقيق أحلام محدود الدخل جميع المجالات، واحنا شايفين سيادة الرئيس ما بيبخلش على محدودي الدخل بأي وسيلة أو بأي إجراء ممكن يتخذ لصالحهم. احنا شايفين من ناحية الإسكان الشكل إيه، من ناحية شبكة الطرق المنظر كان إيه، من ناحية قطاع الكهرباء، من ناحية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. جميع القطاعات يمكن شغالة، ويمكن نحصد الكلام ده خلال الفترة القادمة. بالنسبة لمجلس النواب احنا أنا كعضو في الدستورية والتشريعية إن شاء الله الأسبوع القادم سوف يتم عرض قانون الإجراءات الجنائية. وأنا بقول قانون الإجراءات الجنائية ده أهم قانون بعد الدستور، لأنه بيحكم جميع الإجراءات التي تهم المواطن، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار والأمن والأمان. يعني المواد الموجودة في هذا القانون سوف تدرس وتعرض وتعقد جلسات استماع فيما يتعلق بهذا القانون الذي سوف يناقش ابتداء من الأسبوع القادم في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ولكن ليس قانون الإجراءات الجنائية بس، وإنما هناك قوانين كثيرة جدا. مشروع القوانين معروض على اللجان المختصة في دور الانعقاد الثالث. أعتقد أن هيكون للمواطن حماية، مساندة، دعم من تلك المشروعات القوانين المقدمة بشأنه. بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيادة النائبة عبلة الهواري، وبكل مؤسسات مصر، وعلى رأسها تباعية البرلمان المصري صوت الشعب والأمة على الطريق الصحيح دوما من أجل رفع هامة مصر ورايتها عالية، ومن أجل السير نحو البناء والإعمار وفي مسارات النصر والتنمية. عظيمة يا مصر وتحيا مصر. شكرا سيادة النائبة عبلة الهواري، بشكر سيادتك جدا، شرف وفخر لكل امرأة مصرية سيادة النائبة، ودوما بالتوفيق لسيادتك وكل أعضاء البرلمان من أجل أن نكون يد واحدة
في سبيل مصر. هي حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده مش ناسيين. تهنئة لكل الشعب المصري وجيشه العظيم، سيف ودرع الوطن والأمة العربية، هو جيش مصر الحامي وهو فخر الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة احتفالات مصر بثورة يوليو المجيدة. حتى يحين لنا لقاء وحلقة قادمة وكل ما يدور في أروقة البرلمان من نقاشات وموضوعات تهم المواطن المصري في الداخل والخارج. تقبلوا أرق تحياتي، نشوى بكري، دوما إعداد برلمانيات وتقديمها. سعدت بصحبتكم من أمام الميكروفون، وسعد بصحبتكم معي في هذه الحلقة بلمساته الفنية من الهندسة الإذاعية الزميل حسن مبروك. أشعلناها ثورة نور ونار، انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثورة نور ونار، يوم ما أخرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء، انتصرنا